اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده هيكون فيديو قوي جدا جدا. هنعمل مع بعض شويه تجهيزات حلوه جدا وموفره لسحور شهر رمضان. ان شاء الله تعجبكم. تابعوا معايا للفيديو الاخر باذن الله كده تطلعوا مستفيدين منه. طبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما حطيتيش اللايك انزلي حطي لي لايك من ايديك الحلوه. ولو انت اول مره بتشرفي قناتي، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا نسمي الله ونشوف الفيديو الجميل بتاعنا النهارده. طبعا رمضان وسحور رمضان يعني الفول. طبق الفول ده لازم اساسي معاكي على سفرة سحور رمضان. طبعا عملنا الفول مع بعض كتير قبل كده، بس طبعا بما اننا احنا النهارده عاملين فيديو مجمع كده لوصفات السحور، فطبعا كان لازم ابدا بالفول. الفول طريقتي فيه للناس اللي ما شافتوش معايا قبل كده او للناس اللي جديده معايا في القناه. الفول انا ما بنقعوش. انا كنت الاول بنقعه، بس بقيت الاحظ ان طريقه النقع اللي هي 12 ساعه وليله كامله والكلام ده كله بيخلي القشره بتاعه الفول تجلد كده وبتبقى مش حلوه في الاكل. فبقيت انقعه ساعه واحده بس، يعني هي ساعه واحده بس اللي بنقعه. وزي ما انتم شايفين كده نقيته وغسلته كويس ونقعته لمدة ساعة. الفولة اللي تختاريها تختاري الفولة البلدي مش المستوردة، واللي بيكون حجمها صغير كده شوية وكمان لونها فاتح، بتكون حلوة جدا، بتخلي لون الفول معاكي في الآخر أصفر كهرمان كده ولونه حلو جدا. الإضافات اللي بضيفها للفول عبارة عن معلقتين أو 3 من الفول المدشوش، زيهم من العدس الأصفر، وكمان طماطمية مقطعاها شرايح كده، وبصلاية متوسطة مقطعاها برضو شرايح، وهنا حوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم، ودي نص جزرايه مبشوره. طبعا الجزر ده اللي انا كنت شايلاه في الفريزر، فكسرت حتى كده بايدي وطلعتها بقى عشان اضيفها على الفول. وكمان معايا نص ليمونه كبيره كده، لو الليمون اللي عندك مثلا ليمون صغير ممكن تحطي ليمونه كامله. هنعمل ايه في الفواله كده على طول او في الدماسه؟ حطيت الفول بتاعي تحت والاضافات كلها اللي بضيفها عليه من فوق، يعني الفول يكون تحت واي اضافات تكون فوق علشان ما تلزقش معاكي في التسويه وكده. وبعد كده نزلت بالميه تكون مغليه. كملت بقيت بقى الدماسة، يعني كمية الفول كانت واخدة مثلا حوالي تلتين الدماسة. التلت ده كله كان مية، وعصرت الليمونة. في ناس بتقطعها شرايح، انا بصراحة بقلق لا تمرر معايا الفول ولا حاجة فبعصرها، بس باخد العصير بتاعها. بعد كده هترفعيه على النار في الاول على نار عالية، واول ما يبدأ ان هو يغلي كويس بتروحي مهديه زي ما انت شايفة كده. انا حطاه على اصغر عين خالص عندي في البوتاجاز، اللي هي العين بتاعة القهوة، ومهدياها خالص جدا، وبسيبه بقى يغلي كده ويعيش مع نفسه في الدماسة كده. وتقدري تعمليه برده في الحلة بنتيجة واحدة وبتكون هايلة جدا. ما بتفتحيش على الفول نهائي تماما قبل 3 ساعات. هنا في اللحظة دي كان عدى على الفول 3 ساعات. فتحت عليه كده وقلبته كده، اديت تقليبة حلوة، وكمان زودت شوية مية. طبعا لو هتزودي الفول بالمية لازم المية بتاعتك تكون مغلية. هو بياخد معايا بالطريقة دي من حوالي من 6 ل7 ساعات، مش اكتر من كده. على الاغلب دايما بيكون حوالي 6 ساعات، وبيطلع معايا مستوي ودايب وزي الفل. كل ما تفتحي تزودي هتزودي مية طبعا مغلية، وزي ما قلت لك ما تفتحيش عليه ابدا قبل 3 ساعات. طبعا بعد ما بيستوي معايا بقفل عليه وبسيبه يبرد تماما، كمان مش بكيسه ولا باجي جنبه غير لما يبرد تماما علشان ما يأكسدش مع الهواء ولونه يغمق. زي ما انتم شايفين طلع اصفر كهرمان، ولا حطينا بقى ولا كركم ولا اي حاجه. هي بس الاضافات اللي وريتها لكم دي زبده. لو قلت لكم يعني فول زبده يبقى انا بظلمه، هو احلى من الزبده كمان بمراحل. الفوله دايبه وطعمها حلو، حلوه جدا، ما تتقارنش نهائي باللي بتشتريه من بره. بجد حلو قوي الفول في البيت. انصحكم فعلا الناس اللي مش متعوده تدمس فول في البيت، بجد انتوا فايتكم كتير. اعمليه بطريقتي بالظبط بنفس المقادير، هيطلع معاكي هايل وتحفه وناجح من اول مره ان شاء الله. انا بحب لونه يكون اصفر كده وحلو، علشان كده بختار الفوله اللي هي لونها فاتح. بس هنكيس الفول بتاعنا وخلاص. طبعا لو انت هتعملي في الفول يعني في البيت، انصحك تجيبي كيلو فول وتعمليه مره واحده، علشان الغاز اللي هتسحبيه من البوتاجاز على عمايل نص كيلو استغليه واعملي مره واحده كيلو. بس انا حبيت بس اعمل نص كيلو كده، على ما يبقى رمضان يبدأ ان شاء الله هبقى اعمل بقى على طول كيلو في الحلة وكده مرة واحدة. بس طريقته حلوة. هتكيسي بقى الكمية اللي انت عارفة ان هي مناسبة لأسرتك. انا بالنسبة لي نص كيلو فول بيعمل معايا من 6 ل7 اكياس. فطبعا كمية حلوة. كمية الفول اللي في الكيس دي دلوقتي بتتباع في اي مطعم ب5 جنيه، فطبعا انا موفرة الفول. انا كنت شارية الكيلو ب35 جنيه. فده نص كيلو عمل لي 6 اكياس، غير الشوية اللي كنت مفضياهم معاكم في الطبق في اول المقطع كده.
بس ده بالنسبة للفول. طبعًا عملنا الفول، فنعمل الطعمية. أنا عايزة أقول لكم على حاجة، أنا مش من الناس اللي بتحب خالص طعمية على السحور، وعمري ما كنت باكل طعمية على السحور نهائي، نهائي، نهائي. لكن السنة دي أنا وولادي متمسكين إن أنا أعملها لهم على السحور، فمش حابة إن أنا أزعّلهم بما إنهم بيصوموا وكده، فلازمًا أعمل لهم الحاجة اللي هم حابينها. كمان عايزة أقول لكم على حاجة، إن ولادي أصلًا ما كان لهمش في الطعمية أساسًا خالص، وأنا ما كنتش باعملها في البيت. يعني أنا يمكن دي تاني سنة أعملها في البيت، هُم ما كانوش بيحبوا بتاعة برّه نهائي. أمّا اللي أنا باعملها في البيت بيحبوها جدًا، فطلبوها على السحور السنة دي، فقُلت أعملها، وفي ناس كتير بتاكلها على السحور، بس أنا بالنسبة لي دي أول مرّة السنة دي هاعملها على السحور. مقاديرها سهلة وبسيطة جدًا، وعملتها معاكم برضه قبل كده. نُص كيلو من الفول المدشوش بتنقعيه على الأقل 6 ساعات، بتفضلي ناقعة الفول بعد طبعًا ما تغسليه كويس وتنقيه، بتنقعيه 6 ساعات لحد ما الفولة كده تتكسر معاكِ. يعني تمسكي الفولة تضغطي عليها بإيدِك كده تتكسر معاكِ بمنتهى السهولة. على النُص كيلو فول هنقطّع بصلاية كده متوسطة، وحوالي 5، 6 فصوص من التوم، وحزمة كزبرة وشبت تكون صغيرة، يعني هما الاتنين بمقدار حزمة. ما تكتريش في الخضرة، الخضرة لما بتكتر في الطعمية بتدي نتيجة سلبية، بتخليها تفك منك في القلي، وكمان بتغمق لونها. ومعايا هنا نص رغيف بلدي، رغيف بلدي عادي من اللي احنا بنشتريه من الفرن، وبتنقعيه شويه كده علشان يبوش معاكي، وبعد كده بتعصريه من ميته كويس جدا. والفول البتاع ده، رغيف العيش بيفرق جدا في الطعميه، بيخليها خفيفه وهشه كده ومنفوشه، زي اللي بنشتريها من المحلات من بره، بيكونوا هم حاطين فيها برضو العيش، وبيزود كميتها في نفس الوقت. وطبعا كان معايا كرات برضو، الكرات واخده كام عود كده من الكرات العيدان بس، مش الراس طبعا ولا حاجه. هتبداي كده في الكبه تضيفي كل شويه من المقادير بتاعه الطعميه بتاعتك دي، وتضربيها، وجنب منك كوبايه فيها ميه. يعني تقريبا هتاخدي حوالي نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع على الكميه دي. كل ما تضربي كده في الفول او في المقادير اللي هي بتاعه الطعميه دي، هتضيفي شويه من الميه تمشي معاكي الكبه. وكمان عشان تطلع العجينه بتاعه الطعميه كده خفيفه ومش مكتومه. الطعميه بشيلها بالطريقه دي في الاكياس بدون ما بضيف لها ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجه. وقت القلي او وقت ما اطلعها بقى علشان اعملها، بتزودي الملح بتاعك والتوابل، بتحطي كمون وشطه وكزبره ناشفه، وكمان بتحطي شويه من الكربونات او البيكنج باودر عشان يخليها برضو تنفش وتبقى هشه معاكي كده، وما تشربش زيت كتير. بس خلاص كيستها برضو على قد الكميات. عايزه اقول لكم الكميه اللي انا بعملها دي ممكن تعمل حوالي 10 أقراص من الطعمية أو 12 في كمية حلوة. النص كيلو عملي الخمس أكياس دول، زي ما انتم شايفين كده، زي ما بقول لكم الكمية بتاعتها حلوة جدا. ممكن على فكرة الكيس أعمله على مرتين، يعني أنا في الأيام العادية ممكن الكيس نعمل منه في الفطار وفي العشاء. وكمان بقى الشوية دول كنت سايباهم بقى علشان خاطر نعملهم على العشاء وكده. فخمس أكياس أو يعتبروا 6 أكياس حلوين جدا من نص كيلو من الطعمية. تعالوا بقى ندخل على الطحينة. عملنا الفول، عملنا الطعمية، يبقى لازم وأساسي وضروري الطحينة. والطحينة من الحاجات بقى اللي اليومين دول بجد أنصح الكل إنه يعملها في البيت. أسعار الطحينة بره بقت أسعار خيالية بجد بجد. يعني انت بتجيبي شوية ب10 جنيه، اللي هم معلقتين حرفيا، معلقتين. انا متعوده اشتري الطحينه اللي هي السايبه، بتكون اوفر من كمان اللي هي بتاعت الشركات، وبتكون غاليه. فما بالك بقى بتاعت الشركات بتكون اغلى واغلى. هنعملها بقى في البيت بمنتهى السهوله، بمقادير بسيطه جدا موجوده في كل البيوت، مش هتحتاجي تصرفي كتير، والنتيجه حقيقي هايله جدا جدا. ده ربع كيلو من السمسم الني او السمسم الابيض اللي هو مش متحمص. الربع كيلو ده عامل 25 جنيه. كيلو السمسم ب100 جنيه، الربع كيلو عامل 25. هنحتاج على الربع كيلو كوباية من الزيت. اختار الزيت يكون زيت ريحته حلوة ولونه فاتح، بلاش زيت التموين بيكون غامق وريحته مش حلوة. وانا عملت معاكم الطحينه قبل كده وقلت لكم ان انا مش بحب اضيف لها دقيق، وحقيقي انا برضو مش بحب اضيف لها دقيق، لان لما كنت بعملها بالدقيق كنت بحس انها بتفصل كده بعد فتره، والزيت بيسيب الطحينه وبيطلع على الوش. لكن النهارده هقول لكم على تكه حلوه جدا تخلي الطحينه ما تفصلش والزيت ما يطلعش منها. مع اضافه الدقيق. انا ضايفه دقيق علشان خاطر برضو ازود كميتها شويه، ومش ضايفه كتير. اللي قدامكم دول معلقتين بس كبار من الدقيق، حمصتهم كده في طاسه على النار، اديتهم تحميصه بس عشان خاطر اطلع منهم الرطوبه مش اكتر. وهنا كمان السمسم بتاعي انا مش عايزه احمصه، انا في طاسه سخنه كده على النار رحت منزلاه بس اسخنه شويه، بحيث ان لو في اي ريحه مش حلوه تطلع منه كده، ومش متحمص، هو لسه ابيض زي ما هو علشان يديني لون الطحينه الفاتح الحلو جدا. طبعا بعد ما حمصته كده او اديته التشوك ده او الصدمه دي على النار كده، رحت جايبه مطحنه الخلاط العاديه جدا، وبدات اطحنه. عايزاكي تطحنيه حلو جدا لحد ما تنعميه وتحسي انه بدا ينزل الزيوت بتاعته كده.
علشان نعرف نكمل خطوات الطحينة أو نعرف نضربه في الخلاط. طبعا الطحينة اللي بتتعمل في المصانع ولا بيتحط لها ولا دقيق ولا زيت ولا الكلام ده كله، هي بتبقى سمسم خام بس طبعا بتكون المعدات بتاعة المصانع طبعا حاجة تانية. يعني بتفضل تطحن السمسم لحد ما تنزل الزيوت بتاعته أو تعصره جامد. فطبعا احنا في البيت هنعمل حاجات على إمكانياتنا، فهنحط الزيت وهنحط الدقيق. الزيت بقى والتكة اللي هتخلي الطحينة ما تفصلش معاكي والزيت ما يفصلش منها، هي انك تحطي نص كمية الزيت. زي ما شفت كوباية زيت حطيت نصها في الاول وضربت الخلاط بالزيت بس، يعني ما كنتش حاطه اي حاجة في الخلاط اكتر من الزيت. ضربته كويس الزيت كده لحد ما بقى اللون الابيض اختفى خالص اللون الاصفر بتاع الزيت. الخطوة دي هتخلي الطحينة ما تفصلش معاكي. بعد كده نزلت بنص كمية السمسم اللي انا طحناه، وكمان بمعلقة واحدة من الدقيق، نص كمية الدقيق برضو، وضربت كويس على ما الخلاط بس يمشي في الاول. وبعد كده بدأت ازود نص كوباية الزيت اللي اتبقت معايا، بقيت انزل بيها تدريجي اللي هو نقطة بنقطة كده لحد ما تظبط معايا قوام الطحينة كويس جدا. قوامها ظبط معايا وبقى حلو. لو السمسم ما كانش مطحون معاكي كويس تقدري تصفي الطحينة بعد ما تخلص تضربيها في الخلاط وتخلصي، لكن انا بالنسبة لي كانت متنعمة كويس ومش محتاجة تصفية ولا اي حاجة. هنا حبيت اجيب الميزان بقى واوزن معاك عشان نشوف طلعنا قد ايه من ربع كيلو السمسم. وزنت الطبق الاول علشان اعرف وزنه قبل ما احطه في الطحينه، فكان 115، وهنا كان الميزان مهنج كده. فالمهم ظبطته. وبعد كده جينا نشوف بقى زي ما لو تفتكروا زي ما قلت لكم الطبق كان وزنه 115 جرام، طلع معايا هنا الوزن حوالي 620 جرام. يعني هنقول بالظبط 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 500 جرام من الطحينه او نص كيلو من الطحينه. وهنا انا مش مزوده دقيق، انت لو مزوده دقيق هتدي معاكي كميه اكبر. انا ما حطيتش اكتر من معلقتين الدقيق بس عشان يظبطوا قوامها معايا وتبقى شويه موفره. فهي بالنسبه لي كده حلوه جدا جدا. هنقول مثلا جبنا ربع كيلو السمسم ب 25 جنيه، خدنا ازازه زيت ده كوبايه زيت انا اسفه، تكلفتها مثلا هنقول 10 جنيه، 35 جنيه. يعني نص كيلو طحينة ب35 جنيه، وطحينة حلوة جدا ريحتها حلوة والله والله، ولا قوامها ولا ريحتها تفرقهم نهائي، ولا طعمها تفرقهم نهائي عن اللي هي بتشتريها من بره. كيلو الطحينة بره دلوقتي عامل 100 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب90 بس مش موجودة. يعني هم بيبيعوها ب90 بس كل ما اروح اشتري والله العظيم بقالي فترة كل ما اعمل اكل مثلا واكون محتاجة في طحينة انزل اشتري الاقيها مش موجودة، لانهم طبعا هيغلوها برضو على دخلة رمضان وكده. فاعمليها في البيت حلوة. وعايزة اقول لك لو حتى تكلفتها مقربة للي بنشتريها من بره هتلاقي فرق مثلا 10 جنيه ولا حاجة. حلو ان انت تعملي حاجتك في البيت تبقى كده الحاجه طول ما هي في البيت بتبقى بركه. بعد كده زي ما شفت رحت معبياها في العلبه دي، والعلبه دي بتشيل نص كيلو بالظبط. بس انا كنت حابه ان انا اوزنها قدامكم برضو عشان تشوفوا كل حاجه قدامكم. عملنا الفول والطعميه والطحينه. تعالوا بقى على برضو حاجه تكون اساسيه معاكي على سفره السحور، وهي الجبنه الفلاحي. الجبنه الفلاحي عملتها معاكم قبل كده بناء على طلب حبايبي، برضو كان في ناس طلبتها مني فعملتها معاكم. الجبنه الفلاحي في البيت برضو من الحاجات الهايله جدا، اللي طعمها بقى ما يتقارنش مع اي جبنه هتجيبيها من السوق من بره، مهما اتقال عليها جبنه مش عارفه ايه وبتاع. لا لا لا، الجبنه اللي في البيت حاجه تانية خالص. اول حاجه طبعا الدهن بتاعها طبعا دهن صافي كده، او اللبن بتاعها صافي، ما فيش الجبن اللي هي دهونها نباتيه اللي كلها زيوت وحاجات كلها ضاره دي، ابدا ما فيش الكلام ده. اللي قدامكم دول كانوا 2 كيلو من اللبن الجاموسي، بتحطيهم على النار بدون غلي. لبن الجبنه ما بيتغليش، بتحطيهم يا دوب كده يبدا ان هو يبقى دافي، اللي هو زي ما بنقول بحراره دمع العين زي الزبادي كده بالظبط. بعد كده بتنزلي عليهم بمعلقه كده من الملح، معلقه صغيره مليانه من الملح. ممكن ما تضيفيش الملح كمان في اللبن، ممكن تضيفيه بعد كده في الاخر على الجبنه نفسها. بس انا بحب احط فيها برضو كده معلقه كبيره كده او معلقه صغيره مليانه، وعليها معلقه صغيره برضو مليانه من المنفعه. المنفعه بتلاقيها عند اي حد من اللي بيبيع منتجات الالبان، هي اللي بتخلي اللبن معاكي يجبن. وبعد كده بتروحي مدفيه عليها زي ما شفت كده ببطانيه ولا باي فوطه علشان تفضل محافظة على حرارتها. بالظبط بعد ساعة بتبصي تفتحي على اللبن تلاقيه جبن كده وبقى قطعة واحدة معاكي. هتاخديه بقى في شاشة، في طرحة شيفون زي اللي انا مستخدماها كده، وتحطيه وتربطي عليه كويس جدا، تفضلي تعصري لحد ما تنزلي الشرش منه جامد. وبعد كده بتدخليها زي ما هي بالمصفى بالطبق بحالتها كده بالظبط زي ما هي على التلاجة علشان تتماسك بقى وتبقى قرص جبنة زي ما انتم شايفينه كده قطعتها. وعايزة اقول لكم كمان الوقت اللي احنا فيه ده وكمان الشهر اللي فات ده كمان احسن وقت لعمايل الجبنه. بعد كده على يعني لما نكون مثلا في نص رمضان كده ولا حاجه، هتبقى مش عمايل الجبنه مش حلوه. كل ما يكون الجبنه بقى في البرد وفي الشتاء كده بتبقى حلوه. فكل ما يكون على فالحق اعملي لك بقى مثلا 4 كيلو لبن كده يعملوا لك كيلو جبنه
هتكون حلوة جدًا معاكِ، القطعة بتاعتها بتبقى دسمة كده وحلوة، وزي ما شُفتوها معايا ما فيهاش مخرّمة ولا فيها مسامات ولا أي حاجة، دسمة جدًا وحلوة وأنضف من اللي بتشتريها من برّه بمراحل. فالحقيقة اعملي كده برطمان يكون فيه كيلو كده والّا كيلو ونُص، هتلاقيها موفّرة معاكِ جدًا، ولو حسيتِ إنها غالية عن اللي برّه ده لإنها ما تتقارنش باللي برّه، اللي برّه بيبقى فيها بودرة وحاجات مش حلوة خالص، فجميلة جدًا الجبنة على سفرة السحور بتاعتِك، هتنفعِك جدًا. عملنا حادق كتير، تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة، هنعمل مربى، فبما إن الفاكهة الوحيدة اللي موجودة دلوقتي اللي ينفع تتعمل مربى هي الفراولة، وأنا ولادي بيعشقوا مربى الفراولة دي أكتر نوع عندهم بيحبوها، بالذات في رمضان كده بيحبوا يحطوها على الزبادي، يعني الزبادي ما بيحبوش ياكلوها سادة كده، فبيروحوا حاطين معلقة المربى كده على الوش، فعملتها علشان خاطرهم، مش مكترة ولا حاجة، دول 2 كيلو من الفراولة. المفروض إن الفراولة أو أي فاكهة بتعمليها مربى الكيلو بياخد نُصّه سُكّر، يعني 2 كيلو الفراولة عليهم 2 كيلو من السُكّر، المفروض كنت أستخدم السُكّر اللي هو الناعم الحبيبات اللي هو الأبيض، بس طبعًا السُكّر غالي وأنا عايزة أعمل حاجة اقتصادية وألِم الدنيا كده، فاستخدمت السُكّر اللي هو عادي بتاع التموين، هو ما كانش لونه غامق أوي، يعني مش أبيض أوي مش غامق أوي فاستخدمته. هنا ما كنتش حطيت الكيس كله علشان خاطر قُلت أنا مش عارفة إذا كان السكر ده هيبقى مسكّر، أحيانًا سكر التموين ده بيبقى محلي أكتر من السكر الناعم الأبيض، فقُلت أضيف كده بالتدريج. أنا عمومًا ما باضيفش برضه كيلو السكر كله، يعني باضيف السكر كده والكيلو باشيل منه حوالي كوباية. أنا كنت عاملة برضه معاكم مربى الفراولة في وصفة قبل كده في فيديو من حوالي سنتين تقريبًا، كان على دخلة رمضان برضه. فأنا كنت ضايفة حوالي تلتين الكيس السكر، بس بعد كده ضِفت كمان شوية، اللي هو شِلت زي ما باقول لكم من الكيلو حوالي كوباية، ده علشان إحنا مش بنحبها تكون مسكّرة over. لو أنتِ بتحبي الحاجة تكون مسكّرة حلوة، يعني هي يعني السكر بتاعها مضبوط وحلوة وكل حاجة، بس مش مسكّرة over اللي هو تجزعي منها كده أو معدتِك تتقل منها، لأ خالص. حاباها تكون مسكّرة ضيفي كيلو السكر كله. هنا رفعتها على النار بميتها. انا نسيت اقول لكم كمان ان انا كنت مقطعاها من على بيات، يعني انا قطعتها كده الفراوله غسلتها ورحت مقطعه الفراوله على 4 كده او على 6 لو الفراولايه كبيره، بحيث انها تكون معايا في النهايه المربى ما تكونش فيها قطع كبيره كده، تكون زي المربى السبريد اللي بنشتريها من بره، فعشان كده قطعتها. لو حباها تكون قطع كبيره ممكن تقسمي الفراولايه على 2 بس. ورحت حاطه عليها السكر ومدخلاها التلاجة، قعدت طول الليل يعني في التلاجة، والصبح رحت عملتها. نزلت كل المية اللي فيها، رفعتها على النار، في الاول على نار عاليه لحد ما تغلي كده، وبعد كده هدي عليها خالص اسيبها تستوي براحتها. هتطلع ريم كده على الوش، كل ما تطلع الريم ده هتشيليه علشان الفراوله بتاعتك تبقى حلوه ويكون طعمها حلو، وكمان لما تتحفظ معاكي في التلاجة ما تغيرش وما يجرالهاش حاجه. سِبتها لحد ما اتكثّفت زي ما شُفتوا كده خالص، تعرفي إن هي تقلت واستوت لمّا تاخدي شوية منها كده وتروحي حاطّاهم في طبق وتسيبيهم يبردوا يعني ثواني كده، وتقسمي نقطة الصوص اللي أنتِ حطيتيها بتاعة المربى دي بإيدِك كده، لمّا تلاقي الخطين اللي أنتِ عملتيهم دول ما بيقرّبوش على بعض أو ما بيضموش على بعض بسرعة، بياخد وقت شوية زي ما شُفتوا معايا رغم إن أنا مسرّعة الفيديو، تعرفي كده إن الفراولة معاكِ استوت وجميلة. علشان أعلّي التيست بتاعها حطيت لها معلقة من الجيلي، المفروض احط كيس كامل من الجيلي بس انا ما كانش عندي غير تقريبا نص الكيس او اقل بشويه، حوالي معلقه كبيره كده. رُحت حاطاه يدّيني طعم ولون وريحة حلوة جدًا للفراولة، وكمان حطيت عصير ليمونة كبيرة علشان تعادل معايا السكر أو السكريات اللي موجودة في الفراولة، وفي نفس الوقت تخلّيها تعقد كده وتبقى حلوة. عملوا لي ال2 كيلو ال3 برطمانات اللي أنتم شايفينهم، ده أقل برطمان من ده في السوق دلوقتي، أنا ما أعرفش أنا ما اشتريتوش من زمان بس أعتقد إن هو معدّي ال20 جنيه أكيد. وكمان الشوية اللي هم في الطبق دول حبيت أوريكم بقى قوامها، عايزة أقول لكم طعمها تحفة، حرفيًا طعمها تحفة، لونها جميل جدًا، حلوة. هينفعوني بقى ال3 برطمانات دول هيقضّوني الشهر كله في رمضان. هو عمومًا ولادي بس اللي بياكلوها، علشان خاطر زي ما قُلت لكم بيحطوها على الزبادي وكده، والأطفال عمومًا بتحب أي حاجة مسكّرة، زي ما أنتم شايفين لونها حلو جدًا. في المقطع ده في الوقت ده أنا كنت صايمة ما قدرتش أدوقها، بس فعلًا لمّا فطرت ودوقتها كانت حلوة أوي بجد، حلوة جدًا، جدًا. الفراولة موجودة اليومين دول ورخيصة، أنا كنت شارية الكيلو ب11 جنيه أو ب12 جنيه، فحلوة جدًا. الحقوا اعملوا منها كده وما تكتريش، اعملي حتى ولو كيلو واحد هتكون حلوة جدًا معاكِ. طبعًا سحور رمضان ما ينفعش أبدًا من غير الزبادي بقى، لزوم الترطيب كده، ترطّبي على قلبِك بعد ما تاكلي كده وتضربي بقى الفول والطعمية والحاجات الحلوة اللي إحنا عملناها دي، لازم كوباية الزبادي اللي هترطّب على قلبِك كده في الآخر. الزبادي أعملها سهلة جدًا، ناس كتير بتستصعبها أو بتقول وأنا ليه أعملها في البيت ما أنا أجيبها من برّه وخلاص. عايزة أقول لِك إن الزبادي دي من أكتر الحاجات اللي هتسحب معاكِ الميزانية في سحور رمضان. علبة الزبادي اللي أنتم شايفينها اللي أنا باوريها لكم دي دلوقتي عاملة
3 جنيه ونص، واكيد اكيد على دخلة رمضان هتبقى ب4. كل سنة في رمضان بيزودوا سعر الزبادي، فبما انها دلوقتي ب3 جنيه ونص فاكيد على رمضان هتبقى ب4 جنيه. فشوف انت مثلا لو 5 افراد هتجيبي كل يوم ب20 جنيه زبادي، وصدقيني اللي في البيت بتبقى حلوة جدا. مقاديرنا سهلة وبسيطة. كيلو من اللبن او الحليب يكون كامل الدسم، اللي بتجيبيه من عند اللبان او من عند الفلاح، اللي هو اللبن الكامل الدسم الحلو الجاموسي الجميل ده. انا بحبها باللبن الجاموسي اكتر، ينفع تعمليها بالبقري بس الجاموسي بتكون دسمه وحلوه، اما البقري بتكون خفيفه شويه. عليهم معلقتين كبار من الزبادي اللي هي الخميره بقى اللي هنعمل بها الزبادي، وعليهم معلقه كبيره من اللبن البودر. اللبن البودر مش اساسي بس برضو بيدي تسكيره حلوه كده وغناوه للزبادي بتاعتك. خدت معلقتين الزبادي كده وعليهم حوالي مثلا ربع كوبايه من الحليب او اللبن ده. اللبن يكون برضو مغلي، بس بتسيبيه يبرد لحد ما يكون دافي كده، اللي هو حرارة دمع العين زي الجبنة. بس لبن الجبنة ما بيتغليش، لا لبن الزبادي بيتغلي. عشان كان في واحدة حبيبتي سألتني برضو، كتبت لي كومنت اذا كان لبن الزبادي بيتغلي ولا لا. ايوه بيتغلي، وبتسيبيه يبرد تماما لحد ما يبقى دافي، اللي هو تحطي ايدك فيه كده ما تتلسعيش، اللي هو زي دمع العين اخر حاجه كده في الدفا خالص، تكون دافي حاجه بسيطه جدا. بعد ما ضربت كده معلقتين الزبادي بشويه اللبن وفكتهم خالص عشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات، رحت نازله بقى على اللبن بتاعي اللي كنت ضفت له معلقه اللبن البودر وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده هنا جهاز الزبادي بتاعي حضرته كده. وحطيت بقى كيلو اللبن بيعمل 8 كوبايات اللي هم على قد جهاز الزبادي بالظبط. جهاز الزبادي بقى بيختلف. انا بالنسبه لي الجهاز الزبادي اللي عندي ده عندي من زمان قوي، يعني بقاله 13 سنه عندي من يوم من وقت ما اتجوزت. فما شاء الله الحاجه اللي هي بتاعت زمان بتبقى حلوه، اللي هو ساعه ونص ساعتين بكتير والزبادي بتتعمل معاك. انا اسمع يعني ان الجهاز الزبادي اللي طالع جديد ده ممكن يقعد 3 4 ساعات، اما بالنسبه لي انا ساعتين بتكون اتمسكت. هنا كده كان بعد ما اتمسكت طبعا سبتها تهدى شويه ودخلتها التلاجة، وده كان شكلها بعد ما قعدت في التلاجة تقريبا حوالي ساعتين او 3. متماسكه جدا، دسمه جدا ما شاء الله، لونها ابيض فاتح زي ما انتم شايفين، نصع البياض كده. اللي بنجيبها من بره بتبقى لبن ملخبط فبتلاقيها مصفرة شويه وما بتبقاش دسمه زي دي. حقيقيه حلوه جدا. ولو مش عندك جهاز الزبادي انا عملها معاكم قبل كده في الكوبايات الشاي العاديه، وعاملاها معاكم كمان في الفخار. وعايزه اقول لكم بقى بجد حقيقي في الفخار بقى الزبادي دي بتبقى في حته تانية، لا ده في تالتة في رابعه خالص. يعني حقيقي اشتروا بقى الفخار قبل رمضان كده واعملوها فيه، حلوه جدا. تعالوا بقى لاخر حاجه معانا كده في التجهيزات، واللي دي تنفع بقى معاكي سحور وفطار وطول السنه، اللي هو الملح المبهر اللي كلنا ما بنستغناش عنه في مطبخنا. ده كيس الملح اللي كنت اشتريته معاكم لو تفتكروا في مشتريات شهر 2 الشهر اللي فات، وانا ما كنتش عارفه وزنه ايه بصراحه. فلما وزنته على الميزان طلع 900 جرام، اللي هو هنقول حوالي كيلو من الملح، كيلو ملح ناعم. هنضيف له شويه توابل كده حلوه. التوابل كلها معايا حصى علشان انا هحمصها عشان تبقى لسه ريحتها فريش وكده. فمعايا فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه كده حصى. معايا كمان زر الورد. زر الورد ده بتجيبيه من عند العطار، حقيقي بيحلي اي حاجه بيتحط فيها، ريحته تحفه تحفه تحفه. لما بيتحط كمان مع الفلفل الاسود بتكون ريحته خطيره. وهنا شويه كده من الحبهان. يعني الحاجات تقريبا دي من كل حاجه حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه. انا بصراحه ما حبيتش اكتر لان التوابل اليومين دول غاليه جدا جدا، فانا حطيت كده كميات على قدنا يعني. وهتاخدي شويه حبهان برضو من اللي هو غالي قوي قوي قوي، فانا حطيت تقريبا حوالي معلقه كبيره. وشويه كده من الكباب الصيني، وكام ورقه من ورق اللورا، وكمان شويه من هنا من القرنفل. خلطه البهارات دي حلوه جدا وبتحلي اي اكل. ما حبيتش ان انا اضيف قرفه علشان خاطر القرفه ممكن تغير طعم الاكل معايا، لو بحطها في اكلات معينه ما ينفعش فيها القرفه. طبعا الملح المبهر ده هتستخدميه عندك في مطبخك في كل حاجه، هتقلي بيض على السلطه على طبق الفول، على اي حاجه شغال معاكي في كله. فحلو جدا. خدت تشكيله التوابل بتاعتي دي على النار ورحت محمصاها كويس علشان لما اضربها في المطحنه تتطحن كويس وكمان تديني ريحه حلوه. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره وانا بضربها كده او بطحنها، ريحتها تحفه بصراحه. بعد ما طحنت كل التوابل بتاعتي كويس ضفت لهم كده حوالي معلقه كبيره من الجنزبيل. الجنزبيل طبعا كان مطحون فضفته في الاخر. وهنا هننزل بكيس الملح. انا قعدت انزل بيه تدريجي كده، كنت في الاول مش هضيفه كله، قلت علشان خاطر ما اضيفوش كله فاحس ان التوابل قليله عليه، فبقيت اضيف تدريجي بس. يعني الحمد لله ظبط معايا وكانت كميته حلوه جدا. كميه التوابل يعني على الكيلو الملح او اللي زي ما بقول لكم طلع وزنه 900 جرام بالظبط، يعني كيلو مش فارق كتير يعني. هتشيليه بقى معاكي في برطمان
وهيبقى بُصّي، هو الأساس معاكِ بقى في المطبخ. أنا عايزة أقول لكم إن أنا باعمل الملح المبهّر ده من قبل ما أتجوّز، يعني كنت باخترعه كده مع نفسي من قبل بقى ولا يوتيوب ولا أي حاجة ولا كلام من ده. والله كنت أدخل المطبخ عندنا وألِم كل التوابل اللي موجودة في البيت أيًا كانت إيه هي، وأروح ضارباها كده وحاطة عليها الملح، كان بينفعني في كل حاجة. وبرضه ما باستغناش عنه، بس أنا أول مرّة تقريبًا أصوّره معاكم. فبما إننا داخلين على شهر رمضان وكده، فقُلت أجهّزه من الحاجات اللي أنا هاجهّزها برضه تبقى معايا. عبّيت البرطمان الكبير ده وجِبت البرطمان الصغنون ده اللي هو فيه زي ملاحة كده، قُلت علشان ده يبقى لو هنرُش مثلًا على فراخ، ما أكون عاملة مثلًا فراخ مسلوقة كده وبتحمّريها ترُشّي على الجلد بتاعها من برّه، لحمة محمّرة كده ترُشّي عليها برضه تبقى جاهزة. هنا بقى مع شوية الملح اللي فاضوا، قُلت بقى هاستغلّهم أحلى استغلال ونعمل توابل أو بهارات البطاطس زي اللي بنشتريها من برّه ونوفّر فلوسنا. أنا عن نفسي باصرف كتير جدًا على توابل البطاطس دي، نفس الملح بنفس البهارات اللي إحنا ضايفينها، هنزوّد بس فيه توابل. هنحط بابريكا، شطة، زعتر، كاري، توم باودر، بصل باودر، شوية من مرقة الدجاج الفورية ودي أساسي وضروري جدًا معاكِ، كمان حطيت شوية كركم علشان يدّيني لون حلو. التوابل هتحطي من كل حاجة معلقة كبيرة. من مرقة الدجاج الفورية هتحطي معلقتين كبار، لأن هي دي أساس الطعم معاكي، هي دي اللي هتديكي الطعم بتاع بره، هي كمان والزعتر، يعني زودي في الزعتر وفي المرقة الفورية. بس كده خلاص. لونها، ريحتها والله فرقها بسيط، بس حاجة بسيطة عن اللي بنشتريها من بره. طبعا اللي بتكون من بره بيكون فيها ملح صيني، فهو اللي بيديلها الريحة القوية والطعم القوي، بس طبعا يقال ان هو غلط على الكلى وعلى الكبد وكده، فانا ما بحبش اشتري اي حاجة يكون فيها شك انها مش صحية وكده. بس بالنسبة لي كده البرطمانين دول حلوين جدا معايا. البرطمانات الصغيرة هستعملها، لما تخلص هناخد من الكبيرة دي ونحط فيها وخلاص تمام معايا وحلوة جدا جدا. جربوا توابل البطاطس دي، حرفيا حلوة، مش هيكلفك كتير، كده كده كلنا بنشتري توابل على دخلة رمضان، فاعملي حاجتك في البيت هتنفعك. والملح المبهر ده هيغنيكي عن حاجات كتير جدا معاكي في المطبخ. وتوابل البطاطس حقيقي تحفة تحفة تحفة، بنصحكم بيها. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون حلو، تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبتكم كل الوصفات اللي احنا عملناها النهاردة. وطبعا مش محتاجين اقول لكم، قبل ما تطلعوا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك، وكمان شيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. ومع السلامة.